السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطار جميل قوي. بيضة وحطت عليها معلقة واحدة بس مية تفك فيها. تمام. لو مش عايزة تحطي مفيش أي مشكلة، بس عشان تربيها حلو. سمنة عندنا مش هنحتاج إلا معلقة واحدة بس سمنة. العيش عندنا أسمر وأبيض اللي انت عايزاه، أو حتى ممكن كمان تجيبي العيش العادي خالص. البلدي. وعندنا البيض، وعندنا جبنة موتزاريلا وشيدر ورومي ولانشون. اللي موجود عندك متوافر، مفيش اي مشكلة. وطبعا الملح حطيته او التوابل عشان البيضة، واللي انت عايزة تحطها على البيضة حطي، مفيش اي مشكلة. هحط الطاسة على النار كده لما تنشف المية اللي فيها. نصلي على النبي كده ونذكر ربنا في الكومنتات، وندعي ربنا لعلها ساعة استجابة. هنجيب الفرشة كده، وانا مش عايزة سمنة كتير، انا بس هحط بالفرشة بس عشان تحمر العيش عندي. يا دوبك كده حاجة لمسة بسيطة من السمنة هتدي طعم، وكمان العيش هيستوى فيها. قطعنا طبعا زي ما احنا عارفين اللانشون والجبنة الرومي وكل الحاجة اللي انت عايزة تحطيها في السندوتش مكعبات صغيرة. لو انت عايزة تحطيها مفرودة كلها مفيش اي مشكلة، بس كده احسن. انا بستحسن المكعبات، بس براحتك خالص. انا حطيت الاول اللانشون، وبعد كده الشيدر، وبعد كده الجبنة الرومي. وحطيت البيضة اهي وعليها الملح وربيتها كده، وهنحطها في العيش. تابعوني بذكر الله علشان السندوتش اللي جاي بجد جميل جدا في اخر الفيديو، تحفة بجد. تابعوني بذكر الله عشان تشوفوا السندوتش الروعة ده انا عملته ازاي في اخر الفيديو ان شاء الله. طبعا ده بنحطه على نار هادية جدا، ما ينفعش نار مرتفعة، البيض هيبقى ني. عشان كله يستوى في بعضه ويبقى حلو جدا، فنار تكون ضعيفة، ونسيبه يستوى براحته كده، اللون هيبقى جميل. وطبعا العيش كده ابيض من الجناب. لازم نحط عليه سمنة عشان انت هتقلبيه ويستوى كمان، عشان يستوى الوش والظهر بتاع السندوتش، الاتنين يبقوا مستويين في السوي، وعشان البيض كمان يستوى. انا قلبتها اهو، كان لسه البيض ما استواش كويس، بس مفيش اي مشكلة، لان الجنب التاني ابيض لسه هيستوى، يبقى احمر كده وجميل ولونه جميل جدا، وهيكون استوى باذن الله. انا بوريه لكم لسه ني. كل ده على نار هاديه هتلاقيه استوى لونه كمان جميل وطعمه جميل. النار العاليه يا جماعه هتخلي البيض ما يستواش، تلاقيه حته مستوي وحته مش مستوي، لكن النار الضعيفه بتسوي كله. شوفوا لونه جميل ازاي. كل ده علشان حته السمنه اللي احنا حاطينها الصغيره خالص دي. شوفي كده استوى ما شاء الله، وفتحتهولك استوى ما شاء الله. نشوف بقى ظهره كده اهو ما شاء الله. شوف اللون تحفة ازاي، اللون جميل وكله استوى بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. لو وصلت لحد هنا من الفيديو نقول الله اكبر ونصلي على النبي. انا برضو سبت شوية عشان يستوى اكتر. هو ما شاء الله استوى حلو قوي. كده هطلعه ان شاء الله في طبق. ممكن الطبق تحطي حاجات حادقة جنبه، او تحطي شيبسي، اللي انت عايزاه بقى. اللي بيحب بقى يحط كاتشب، اي حاجة، اي حاجة جنبه هيبقى حلو خالص. هسيب الطاسة زي ما هي كده، وهجيب الفرشة برضو، وهحط برضو سمنة بسيطة خالص بالفرشة، انا مش عايزة سمنة كتير. هجيب بقى التاني. سندوتش التاني ده بجد حاجة كده تحفة، حاجة كده طعمها كده حاجة حلوة قوي. ده زي اللي بيتباع في السوق، وده احلى كمان، لان انت عاملاه على ايدك بنظافة وغسل ايدك والحاجات نظيفة، وكل حاجة متأكدة منها وشايفاها قدام عينك وانت اللي عاملاها بايدك. هنحط برضو نفس الجبن، وكمان هنحط هنا بقى الموتزاريلا، هتخليه السندوتش ده وديته في حتة تانية خالص. هو ده اللي انا بقولك عليه، هو ده السندوتش اللي 10 على 10.
حطيت الجبن الموتزاريلا كده اول ما فكت من الفريزر حطيتها على طول، وحطيت عليها الجبنه الرومي وجبنه شيدر ولانشون والبيضه كمان، حطيت عليهم بيضه كده. وطبعا هسيبهم يستوى على نار هاديه. وطبعا نفس الطريقه هجيب الفرشه واحط عليها سمنه بسيطه خالص على الحتت اللي لونها ابيض دي عشان تتحمر ويبقى لونها احمر وتبقى جميل، وكمان عشان بتساعد على السويه. انا قلبت طبعا الوش الاولاني والتاني اهو بيستوى على النار الهاديه. برضو تفتحي وتتأكدي تشوفي هو استوى فعلا ولا لا، ولا اتحمر ولسه ناي من جوه. بس دامت انت موطيه خلاص، موطيه النار على الهادي، صدقيني هي استوى. شوفي، شوفي الجمال، شوفي الحلاوه، استوى خلاص. بس انا بحب حاجه مستويه قوي. سبته على نار هاديه، قلت شويه كمان. شوفي اهي، لسه الجنب التاني عايش شويه صغيرين. ولو عاوزه تزودي البيض اكتر من كده زودي براحتك، بس خلي بالك كتر ما تزودي هيقع من الجناب الساندوتش، فالحاجة المعقولة حلوة. وبرضو براحتك. شوفي ما شاء الله بدأت تسيح الجبن ازاي، بجد روعة وبجد تحفة قوي، وطعمه كان بجد حلو قوي. يا رب كلكم تجربوه وتكتبوا لي كمان في الكومنتات. وشكرا ليكم لمتابعة الفيديو من أوله لآخره، ومع ألف سلامة وفي رعاية الله. شوفوا ما شاء الله ساحت ازاي، حلو جدا. شوفوا ما شاء الله الجبنة الموتزاريلا ما شاء الله بتمط ازاي. بدي ادوق، لا بجد دقت طعمه خيال. يا رب كلكم تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا لكل اللي شاهد الفيديو من اوله لاخره، في رعاية الله، وجزاكم الله كل خير. ده السندوتشات العادية الخالص اللي انا عملتها في اول الفيديو، لكن التاني كان ما شاء الله تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.